مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا. بدء الرحلات الجوية من وإلى إريتريا منتصف هذا الشهر. بناء سد في درسني. حسابات واشنطن للاتفاق النووي الإيراني تعقد مهمة المفاوضين في فيينا. حصيلة قياسية للإصابات اليومية في الهند وتشديد للقيود بمومباي. وإعصار استوائي وفيضانات تقتل العشرات في إندونيسيا وتيمور الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 5 من إبريل في مراكز العزل في إقليمي القاشبركة وعنسبة أظهرت إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا. وجاءت الإصابات 5 في إقليم القاشبركة، 3 منها في أديبرة، وواحدة في علي قدر، وواحدة في قلوج، وإصابة واحدة في كرم بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 6 مرضى من كورونا بعد الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3340، شفي منها 3064 حالة، ووفاة 10 مرضى، فيما لا يزال 266 مصابا بكورونا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 5 من إبريل 2021. أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أن رحلات جوية محدودة من وإلى البلاد ستبدأ منتصف إبريل الجاري. وضحت الوزارة أن الرحلات الجوية ستبدأ مرة واحدة في الأسبوع من دبي وكذلك من أديس أبابا، وستتخذ الخطوات اللازمة بالتقييم المستمر للعملية. ويتوجب على خطوط الطيران والمسافرين القيام بإجراءات احترازية عالية وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة. وذكرت الوزارة أن الخطوط الجوية ملزمة لنقل المسافر الذي لديه شهادة فحص طبي PCR مستخرجة خلال 72 ساعة من وقت الرحلة، والتأكد من استخراجها من مؤسسة مسموح لها قانونيا، والعمل بالتقيد بالاتفاق المبرم مع وزارة المواصلات والاتصالات. ويلزم المسافر أيضا القادم إلى إريتريا بالحصول على شهادة فحص طبي PCR في غضون 72 ساعة من الرحلة من مؤسسة قانونية. وبعد دخوله إريتريا تجرى له فحوصات طبية عاجلة ويدخل العزل في فندق. ويجب على المسافر من إريتريا استخراج شهادة فحص طبي PCR تيست، ويغطي المسافر كافة المصروفات، وتلتزم جميع الرحلات بقانون الهجرة والجنسية. يشيد سد في ضاحية درسني في مديرية لوغو عنسبة بتعاون السكان والحكومة لحل مشكلة المياه. وفاد مكتب وزارة الزراعة في المديرية أن السد يشيد بعرض 11 مترا وارتفاع 13 متر لحجز حوالي 150 ألف متر مكعب من المياه. وأوضح خبير حماية التربة وحفظ المياه المهندس مسجون عند هيمانوت أن السد سيسهم في حل مشكلة المياه للإنسان والماشية والتنمية الزراعية. وذكر مدير ضاحية درسني السيد زرق جابر تسفاي القيام بنفير لحوالي 3 أشهر لإنجاز أعمال تشييد السد قبل حلول موسم الخريف. وأشاد مدير مديرية لوغو عنسبة السيد إبراهام حقوس بمبادرة السكان، معربا عن ثقته في أن يحل السد إشكالية نقص المياه وينتقل سكان درسني بعيدا للحصول على المياه. ذكر مزارعو شعب أن انهيار الحواجز المائية التي تروي مساحة تبلغ أكثر من 8200 هكتار جراء السيول القوية المنحدرة من الهضبة الخريف الماضي أثرت سلبا على إنتاجهم الزراعي. وأوضح المزارعون بأن 70% من أراضيهم لم تروى، مما خفض الإنتاج، مطالبين بالدعم الآلي لنتائج أكثر فاعلية من العمل الذي يقومون به لصيانة الحواجز المائية. وقال مسؤول الزراعة في مديرية شاب السيد حسن جمع إن الحواجز التحويلية مع بوابات التوزيع قد انهارت بالسيول القادمة من الهضبة وهدر المياه إلى البحر وتضرر مزارع مناطق
وقسر وقدقد وتلوك وشعب قطين وشعب منشب. وأوضح أن السكان يعملون حسب قدراتهم بتنظيم النفير الجماعي في الأراضي الزراعية لصيانة الحواجز المائية المنهارة، ويحتاجون للدعم الآلي. يقوم سكان قرية عدقه في ضاحية مرحنو بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه بتوجيه من أعضاء وزارة الزراعة. وقال مدير ضاحية مرحنو سيد تخلاق كفلاي إن 300 من السكان يعملون يوميا منذ شهر ونصف شهر لبناء الحواجز المائية بهدف رفع الإنتاج الزراعي. أوضح مسؤول الزراعة في مديرية قال نفحي السيد هبت مريم أميناي تنفيذ مهام مثمرة بتنسيق السكان والإدارة ووزارة الزراعة، داعيا القرى الأخرى لتنظيم أنشطة مماثلة. وأكد السكان مواصلة العمل بتنظيم أقوى، مشيدين بإرشادات خبراء الزراعة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. يمثل اجتماع فيينا الخطوة الأكثر تقدما لفريق التفاوض الأمريكي بشأن ملف الاتفاق النووي مع إيران، إذ يشارك مع نظرائه الأوروبيين والروس والصينيين في بحث الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لتحقيق عودة متبادلة للاتفاق من قبل واشنطن وطهران. ومن المرجح أن يجري الاجتماع في ظل تدقيق ومراجعة صارمة من مجلسي الكونغرس للموقف الأمريكي رغم تمتع الديمقراطيين بالأغلبية في المجلسين، ورغم عدم الإعلان عن لقاءات بين المفاوضين الأمريكيين ونظرائهم الإيرانيين وجها لوجه. تبدي الإدارة الأمريكية استعدادا لعقد مباحثات مباشرة مع الجانب الإيراني، لكن طهران ترفض هذه الخطوة ما لم يرفع جزء كبير من العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقب انسحابها من الاتفاق النووي منتصف عام 2018. ويهدف الاجتماع الذي يعقد في فيينا إلى وضع خريطة طريق للخطوات التي يمكن أن يتخذها الجانبان لإعادتهما إلى الامتثال للاتفاق، بما في ذلك تحديد رفع العقوبات وتدابير تتعلق ببرنامج إيران النووي وفقا لبيان صدر 4 عن الصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا وإيران. فرضت ولاية مهاراشترا الهندية الأكثر تضررا جراء الجائحة في الهند قيودا جديدة لاحتواء فيروس كورونا، في حين سجلت البلاد للمرة الأولى أكثر من 100 ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة. وتبخرت في الأسابيع الأخيرة آمال لاحت مطلع العام بخفض الإصابات اليومية بعد موجة وبائية جديدة رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 12 مليون ونصف المليون، والوفيات إلى 165 ألفا منذ بدء الجائحة. وقررت السلطات المحلية تمديد ساعات حظر التجول وفرض الإغلاق التام في نهاية الأسبوع وحظر الاجتماعات التي تضم أكثر من 4 أشخاص. ويسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تجنب العودة إلى إغلاق تام على صعيد البلاد، على غرار ما شهدته الهند في مارس 2020 والذي كانت تداعياته كارثية على الفئات الأكثر فقرا. في العاصمة نيودلهي استبعدت السلطات المحلية فرض إغلاق جديد على الرغم من تزايد أعداد المصابين، إلا أن الشرطة تلقت تعليمات بفرض غرامات على الذين لا يلتزمون بوضع الكمامات. قتل أكثر من 76 شخصا في حين لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين بعد أن ضربت فيضانات وانهيارات أرضية إندونيسيا وتيمور الشرقية المجاورة. وألحقت الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة ألحقت الخراب في جزيرة فلوريس وصولا إلى تيمور الشرقية شرقي الأرخبيل الإندونيسي. وقالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا إن 55 شخصا لقوا حتفهم، كما فقد 40 آخرون في إقليم إستنوسا تنجارة المؤلف من عدة جزر، بعد أن أدى إعصار سيروجا إلى فيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية.
وسط هطول أمطار غزيرة منذ مطلع الأسبوع. وقالت الوكالة الحكومية إن عدة جسور انهارت وسقطت أشجار وسدت بعض الطرق وغرقت سفينة واحدة على الأقل، حيث تسبب الإعصار أيضا في حدوث موجات عالية مما يعقد عمليات البحث والإنقاذ. وتقدر الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن 125 مليون إندونيسي، أي نصف سكان البلاد، يقيمون في مناطق معرضة لخطر انزلاقات التربة. نقلت 22 مومياء فرعونية ملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير وسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط جنوب العاصمة. وأطلقت المدفعية أطلقت 21 طلقة تحية للملوك قبل أن يستقبلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وضم الموكب 22 مومياء فرعونية بينها مومياوات ل18 ملكا وأربع ملكات. ونقلت المومياوات فوق عربات زينت على الطراز الفرعوني ونقشت عليها رسوم فرعونية. وينتمي الملوك والملكات إلى الأسر الفرعونية الممتدة من 17 إلى 20. قدمت لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.